هلو معاك وهدير نجيب لايف كوتش يوجا انستراكتور سول دانسر اند توكس كونسلتنت. الفيديو ده لكل حد عايز ينجح في مجال شغل او كارير ومش عارف يعمل ده، عايز يفتح سايد بيزنس ومش عارف، عايز يبقى عنده نجاح مهني او نجاح في مجال العمل، بس هو بجد مش عارف يتواجد في المكان الصح. طيب، عندي النهارده 3 نقط انت محتاج تركز عليهم او تتفاداهم عشان خاطر تبقى في الحته دي صح، تروح لها بخطوات مظبوطه. اول حاجه هقولها لك ببساطه شديده هي ان الدوائر الاولى اما احنا بيبقى عندنا حاجتين، اما بنبقى ماسكين فيهم قوي وخايفين من الجديد، اما بنبقى رافضين قوي الباك جراوند بتاعتنا، او بنبقى عايزين نروح للاكستريم بتاعها عشان احنا رافضينها قوي. فالاتنين غلط. اي حاجه زايده في الانفعال او في الطاقه بتوديك لاتجاه غلط. فلا تكره الباك جراوند الاولى، محتاج تتصالح معاها، ولا تمسك فيها او تبقى باصص لها وخايف من الجديد، خايف اروح للحته الجديده اللي هو انا مش عايز ده تماما فيلا انا هروح الحته التانيه بكل قوتي، او انه لا انا خايف من الجديد، دايما خليني في السيف سايد. طيب، يبقى اول حاجه محتاج اركز على اني اروح للجديد وانا هادي وانا موافق على القديم. الجديد دايما بينقلك للموجه، بتبقى في الاول موجه ups and down ups and downs ups and downs، بعد كده بتبقى الموجه فوق. المهم بقى لما توصل للموجه فوق ما تقعدش انت بقى تدور على الابس اند داونز عشان تتشالنج نفسك في الجديد. لا، احنا في اول اي بزنس او في اول اي طريق انا عايزه انجح فيه هتلاقي فيه ابس اند داونز في الاول، بس كتيره كتيره كتيره. لما توصل للابس او لحته انت كنت عايزها من زمان، اوعى تفكر تتشالنج نفسك ان انت تبقى فيها ابس اند داونز، يعني بيبقى باترن، العقل بيبقى حفظه خلاص. فمهم بس تفهم انك توافق على الجديد وانت هادي ومش رافض القديم، وتوافق على انه في الجديد دايما هيبقى فيه ابس اند داونز شويه وانا هبقى موافق عليها، مش تبقى كومفورت زون قوي. رقم 2، احنا محتاجين نركز على فكره الالاينمنت، انه انا محتاج اكون متصل قبل ما اكون مؤدي. يعني كلنا دلوقتي بعد فتره من ان احنا لقينا كارير مثلا عايزين ننجح فيه، فانا ببقى عايز قوي يبقى ببرفورم، يعني شكلي حلو قوي، عامل بقدم حاجه وانا شكلي فيها احسن حاجه. فانا مركز على الاوتكم اكتر ما مركز على الكونكشن، مركز على الاتصال. انا وانا بكلمك دلوقتي وهعمل لك تمرين في الاخر، انا بكلمك بحاول ابقى هنا، بحاول اركز. القطه اللي عندي ماسكه في ال في الستاند وعامله شغل، عماله توقع. ممكن يا فوشة بس تعالي اوريهم انتي اهي. فايه، نرجع تاني. فان انا اكون مؤدي اكتر ما اكون متصل، ده بيفقد حته التاثير، ان انت تكون مؤثر، انه الانرجي بتاعتك تروح دايركت. وبنتعلمها في كورس ريليسنج اذرز ازاي الانرجي بتاعتك تروح دايركت كده للناس. يبقى رقم 1 انه الدوائر الاولى اعرف اظبط الطاقه معاها، والجديد والكومفورت زون في الجديد اعرف اظبطها. 2، حته ان اكون متصل اكتر ما اكون مؤدي. رقم 3 ودي مهمه جدا، وهي ان انت تعرف ازاي حقيقي تحب نفسك. يمكن الجمله بتتقال في كل حته، ولكن مش كتير قوي اللي بيعرف يحب نفسه. كتير قوي لما بيبقى عايز ينجح وبيبقى عايز يروح لصورة نجاح، بيبقى عايز يروح لصورة نجاح عشان خاطر هو خايف من الفشل، عشان خاطر هو عايز يثبت نفسه انه هو كفاية. اوكي، ممكن تكون انت اشتغلت على الحاجات دي، بس في نفس الوقت انت من جواك بتجري. النجاح مفهوش جري، النجاح فيه حتة سعي بحب قوي ليك وللي بتعمله وللتواصل اللي انت دايما بتاخده من ربنا. وفي حتة قبول يعني مع السعي، انه انا ساعات بنزل عشان اتعلم عشان اطلع تاني. يعني لما يحصل داونز او لما يحصل حتة انه تحدي كبير، لازم اعرف انه التحدي ده بيعلمني حب واتصال اكتر مع نفسي، مش بيعلمني اخد صفات عن نفسي مش حلوه، او اقعد اقول لنفسي ايوه ما انت فشلت في القرار ده، ما القرار ده كان غلط بالنسبه لك، ما انت ما كنتش احسن حاجه في القرار ده. فحبك لنفسك هيعلمك حقيقي انك ازاي
ما تكونش بتتحرك من حته قله الكفايه وبيوصلك لحته المشاركه. لما بتعرف الناس اللي بتحب نفسها بجد مستحيل يا جماعه ترفض المشاركه. يعني الناس اللي تقول لك لا اصل انا الرجاله مش هتجوز، انا رافضه فكره الجواز، وراجل يقول لك انا مش هتجوز انا رافض فكره الجواز، سهل جدا ينجح قدام الناس وزي ما قلت لك يبقى مؤدي، بس هو في الحقيقه من جوه هو فاقد حاجه مهمه جدا، فاقد احساس المشاركه، فاقد انه يبني مع حد. اساس النجاح انك تبني، ولو انت بتبني لوحدك انت بتبني من بين، فانت بتخدم الناس على حساب نفسك، على حساب احساسك بنفسك، على حساب طاقتك. مش ملوش لازمه، ده مش نجاح. النجاح هو انك انت تفضل تتوسع بالروح وفي الارض وتاخد تمكين، تحس بالتمكين، تحس بتمكينك وتمكين روحك على الارض وتمكين طاقتك في الارض. ده طعم نجاح. فلما تحس ده كده كده الناس هتستفيد منك. لكن احنا بنعكس بقى، نفضل نفيد 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 ونشوف ان احنا ناجحين من خلال انه الناس شافتنا مفيدة، بس انت خسرت نفسك. انا مبسوطة قوي ان انا كنت معاك، يا رب الفيديو يكون فادك، وان شاء الله انا عامله لكم حاجه حلوه جدا جدا يوم 11/11/2025، وهي جلسه فور فري تماما، هتشوفوها. هنعملها بكره ان شاء الله حبيبتي. بس يا ماما انت طول اليوم قاعده مش معايا، وجايه في الفيديو تبقي معايا، يعني جايه عشان الطاقه بس. عايزه اقول لكم ان هي متقعدش جنبي اساسا. جلسه فور فري، هتلاقوا القناه على التليجرام هينزل عليها زوم لينك، ساعة من التواصل، ساعة من الكونكشن، ساعة من ان احنا نقعد نفتح مواضيع مع بعض مهمة جدا جدا. هعلن عن الموضوع في انستجرام. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.